السلام عليكم. النهارده هنعمل لكم ان شاء الله صينيه بسبوسه زي طريقه المحلات بالظبط، وتلاقي البسبوسه طالعه خرط من وهي سخنه. اول حاجه هبدا بيها الشربات، محتاجه كوبايتين ميه وكوبايه سكر وعصره ليمون. هحط الميه وبعد كده السكر. يا جماعه ده سكر شربات خفيف. وهبدا اقلب، بس احاول ما اجيبش السكر على حواف الحله عشان ما يسكرش مني. واحط عصير الليمون وهرفعه على النار. يا دوبك اول ما يغلي هطفي عليه، وممكن بقى انكيه بفانيليا. والشربات البسبوسه سخن، والبسبوسه بتبقى سخنه. محتاجه يا جماعه 3 كوبايات دقيق سميد خشن، ويا ريت يكون نوعيه جيده. ومحتاجه تلتين كوبايه سمنه، وتلتين كوبايه حليب، وكوبايه سكر، ومعلقتين كبار عسل ابيض. ولو مفيش عسل ممكن اضيف شربات تقيل. طيب اول حاجه هعملها، هحط تلتين كوبايه السمنه البلدي، وهبدا افركها كويس مع البسبوسه اكني ببس دقيق. اهم حاجه يا جماعه سمنه بلدي عشان ناخد طعم حلو وريحه. والدقيق يكون اللي هو المغلف، دي السميد المغلف مش السايب، لان ساعات السايب بيبقى لاقط روائح توابل من عند العطار. هركن البسبوسه على جنب في حله، احط فيها تلتين كوب اللبن، وعليهم كوبايه السكر، وعليهم معلقتين عسل ابيض، وهرفعهم على النار يغلوا بس غلوه. لو السكر، انا ساعات ممكن تحطي كوب وربع سكر ابيض، عايزه تقللي تخليها كوبايه براحتك. وطبعا بقى البسبوسه محتاج جوز هند، عايزه تحطي جوز هند ده حاجه اختياريه. هرفع الخليط ده على النار. هدوب بس العسل في اللبن. رفعته على النار يا دوبك يا جماعه سخن. هضيفه على البسبوسه. على فكره البسبوسه دي متحطش عليها بيكنج باودر. وهتجربوها وان شاء الله هتدعولي بجد يا جماعه، فظيعه اكنك بتاكلي بسبوسه محلات. التقليب مش هقلم كتير، يا دوبك بس هيختلط. انا مش بضرب كيكه، انا هقلب بس تقليبه بحيث يمتزج الخليط فقط. الصينيه دي يعني لو دي قارب انت، بس هي الصينيه المقدار ده صينيه مقاس 32. انت لو عملتي المقدار ده في صينيه اصغر هتطلع تخينه كده شبه الكيكه. لا، هي المفروض البسبوسه بتبقى رفنعه، سمكتها يعني مش عاليه. طبعا بقى اللي عايز يزوق ويحط مكسرات، عايز يخليها ساده، براحته خالص. وعلى فرن اوسط، تمام. وهسيبها لحد ما تستوى، ويكون الشربات ساعتها على النار، لان البسبوسه الشربات سخن والبسبوسه سخنه. اول ما الحواف كده تستوى اشغل الشوايه من فوق. شايفين يا جماعه البسبوسه سخنه طالعه من الفرن، والشربات سخن، وهبدا اصب عليها الشربات. والشربات زي ما انتم شايفين خفيف. واسيبها لحد ما تتشرب الشربات بتاعها، وهتاكلوها في ساعتها، وهتطلع الخرطه بخرطتها. يعني انا قطعتها يا جماعه في ساعتها. وده شكلها النهائي. بتتقطع يا جماعه، هتقطع خرط. كل ما استخدمتي مكونات حلوه، وبالذات السمنه البلدي هتفرق في الطعم، طعم وريحه. وبألف هنا. ما تنسوش اللايك والاشتراك.